بتبدأ الحكاية مع الملك وهو بيحكي لمينا بنته قصة للساحر كزبور، واللي كان بيبعت تنين والسحري وبيخطف الأميرات اللي مش متجوزين وبياخدهم لقصره. وبنعرف إنه خطف كل الأميرات ومفيش ولا أميرة عرفت تنجو منه، لكن مينا بتقول لباباها إنه لو حاول يخطفها هتوقفه عند حده، وده لأنها أميرة شجاعة وقوية. وبتمر السنين وبتكبر مينا وبتبقى أميرة جميلة وبتركب حصان، وبيكون معاها رونان صديق طفولتها اللي بياخدها في رحلة على المركب وبيسألها عن أحلامها، فبتقوله إنها بتحلم تقود المملكة زي باباها. وبعدها بيسألها عن فارس أحلامها، فبتقوله إن أهم صفة فيه إنه يكون ذكي، وإن لو باباها أجبرها تتجوز فارس قوي هي هتستخدم المركب ده وهتهرب بيه. وبيكون واضح إن رونان بيحب مينا من زمان، وعشان كده بينزل على ركبته وبيطلب منها الجواز، فبتتصدم مينا ومن الصدمة بتقع في المية، وبعدها بتقوله إنها موافقة. ومن الناحية التانية بنشوف الفارس رودجاي وهو بيستعد علشان يستعرض مهاراته القتالية قدام الملك علشان يقنعه إنه العريس المناسب لمينا. وبنشوف إن في عريس تاني متقدم لمينا واسمه الملك كبير، وده وسيم وكل البنات هتموت عليه. أما التالت فبيكون اسمه تشين وما بيكونش مهتم بحاجة غير الأكل. وبنعرف إنه تقدم لمينا علشان مامته وعدته إنها هتديله أكل كتير لو قدر يوقع الأميرة في حبه. وفي الوقت ده العرسان التلاتة بيشوفوا مينا وهي راكبة المركب مع رونان، فبيتعصب رودجاي لما بيشوفهم سوا، وبيروح يقول لمينا إن زوجته المستقبلية ما ينفعش تركب مركب مع راجل غريب، وبيفضل يتريق على رونان ويقول عليه دودة الكتب. فبتتعصب مينا وبتقول إنها مش هتتجوز رودجاي ولا أي واحد منهم أصلا. وساعتها رودجاي بيغضب وبيحاول هو والعرسان التلاتة إنهم يهاجموا رونان، لكن مينا بتتدخل وبتمنعهم إنهم يأذوه، وبتخدعهم وبتقول لهم إن اللي بيتجرأ وبيرفع سلاح في حضور الأميرة بيتعاقب بالموت. وطبعا هم التلاتة بيخافوا، وبعدها رونان بيقول لها إنهم مجرد أغبياء وإزاي يصدقوا خدعة زي دي، فبتقول له لأنهم جهلة وعمرهم ما قروا كتاب. وبعدين بتروح مينا وبتقول لباباها إن رونان اتقدم لها وإنها موافقة تتجوزه. وفي البداية الملك بيرفض وبيقول لها إن رونان مش فارس قوي وإنه مش هيقدر يحميها أو يحمي المملكة، لكن مينا بتدافع عن رونان وبتقول إنه ذكي وبيحبها وهي بتحبه وبتصمم تتجوزه. ولما الملك بيلاقيها مصممة على رأيها بيوافق وبيعلن إن بكرة هتكون حفلة خطوبتهم. وتاني يوم بيحصل احتفالات في المملكة كلها، وبيستعد الملك علشان يعلن خطوبة مينا ورونان. وفجأة بيظهر تنين الساحر كزبور الضخم وبيحاول يخطف مينا، لكن رونان بيدافع عنها، بس التنين بيضربه ضربة قوية بديله وبياخد مينا. ولما بيحاول رونان يمسك التنين من ديله التنين بيطير لبعيد وبيرمي رونان على الأرض. وبيحزن الملك بعد خطف بنته وبيقول إن الساحر الشرير كزبور هو اللي عمل كده، وبيقول إن اللي هيقدر يرجع مينا وينقذها من الساحر الشرير هيتجوزها وهيحكم المملكة. فبيتطوع رودجاي وكبير وتشين علشان ينقذوا الأميرة. وطبعا رونان مش بيسكت وبيقول إنه هينقذ مينا لأنه بيحبها، وكمان علشان يثبت لأبوها إنه جدير بيها. وبيستعد رونان لرحلته وبيلبس درعه وبيقول إنه شاف التنين بيطير ناحية الشرق ودي هتكون وجهته. أما بقى تشين فبياخد كمية كبيرة من الأكل وبيقول لكبير ورودجاي إنه شاف رونان وهو بيستعد علشان يروح ينقذ مينا، وبيفضلوا يتريقوا عليه لأنهم شايفينه جبان. وفي الوقت ده بتفوق مينا وهي مش فاكرة إيه اللي حصل، وبتعتقد إنها سافرت مع رونان علشان يقضوا شهر العسل، لكنها بتلاقي نفسها محبوسة في قلعة فوق الجبل. ولما بتمشي في الحديقة بتشوف تماثيل لأميرات جميلات وبتكون مبسوطة وبتفتكر إن رونان مجهز لها مفاجأة، لحد ما بتشوف التنين العملاق اللي خطفها وبتفتكر كل اللي حصل. وفجأة بيتحول التنين لست عجوزة وبنعرف إنها ساحرة وإن اسمها نهينة، واللي بتعرفها إنها في قصر الساحر كزبور، وبتقول لها إنها لو قدرت تسلي الساحر وتخليه مبسوط هتفضل عايشة، إنما بقى لو الساحر زهق
زهق منها هيحولها لتمثال زي باقي الأميرات. فبتقول لها مينا إنها مش هتسمع كلامه، وهنا بتحولها نهينة لتمثال بالخاتم السحري بتاعها علشان تثبت لها إنها بتتكلم بجد ومش بتهددها وخلاص. بعدين بترجعها لطبيعتها تاني وبتقول لها إن ما عندهاش اختيار وإنها لازم تسمع الكلام. فبتترعب مينا من اللي حصل وبتحاول تهرب، لكن نهينة بتقول لها إن مفيش هروب وبتسحرها بالخاتم وبتخليها تنام. وفي الأثناء دي كزبور بيستعد علشان يقابل مينا، وبتيجي نهينة وبتقوله إنها نفذت وعدها وجابت له الملكة مينا، وإن الدور جه عليه إنه ينفذ وعده ويقول لها مكان الساحر فان. وبنعرف إن نهينة عايزة توصل لفان بأي تمن، وده لأن في عداوة قديمة بينهم. وفي نفس الوقت رونان بيكون ماشي في الغابة وبيسمع أصوات صريخ، ولما بيقرب بيلاقي تعبانة أناكوندا عملاقة بتهاجم مجموعة من الدببة، فبيقرر ينقذ الدببة منها. وفعلا بيقدر بذكائه إنه يعزف على الناي وبيخلي التعبانة تسيب الدببة، وبعدها بيجي الدب وبيشكره. وبيتفاجئ رونان لما بيلاقي الدب بيتكلم، لكن الدب بيعرفه إنه من فصيلة سحرية وإن اسمه بيورن، وبيشكره الدب بيورن وبيقرر يساعده لما بيعرف حكايته، وبيقوله إنه ما يعرفش طريق قصر كزابور لكن ممكن ياخده عند ساحر طيب اسمه فان، وإنه أكيد يعرف مكان قصر كزابور. ومن الناحية التانية الملك كبير بيوصل لقصر كله بنات، ووقتها بيهجم عليه التعبان الضخم، وبتيجي واحدة من البنات وبتنقذه، وبيكون واضح إن كلهم أعجبوا بيه وعشان كده بيجبروه إنه يقعد معاهم. وبنكمل مع رونان اللي بيوصل لكهف الساحر فان، وبيتفاجئ لما بيشوف إن فان بيتحكم في النباتات وبيخليها تتحرك. وبيحكي له رونان إن حبيبته في يوم فرحهم ظهر تنين عملاق بيخدم الساحر كزابور وخطفها. وهنا فان بيقوله إنه السبب في اللي حصل، وإن التنين ده في الأساس ساحرة واسمها نهينة. هو بيقول إنه كان بيحب نهينة واتعلم علشانها السحر، وإنه حاول يعترف لها بحبه أكتر من مرة لكنها رفضت حبه، وعشان كده قرر يستخدم السحر عليها وعمل تعويذة علشان تقع في حبه، لكن التعويذة أثرت عليها وخلتها تكرهه بجنون. وساعتها كزابور اتدخل وقال لها على حقيقة التعويذة، وتحول حبها لكزابور لكره وغضب مش من فان لوحده لكن من كل اللي بيحبوا بعض. وعشان كده بقت بتخطف كل الأميرات يوم فرحهم. ووقتها رونان بيقلق أكتر على مينا وبيتمنى لو يشوفها، وفعلا فان بيعمل تعويذة وبيخليه يشوفها. وفي نفس اللحظة بتروح نهينة لمينا وبتعمل لها سحر وبتجبرها تنفذ كل اللي هي عايزاه. فبتغني مينا وهي تحت تأثير التنويم المغناطيسي، وبيحاول كزابور يقرب منها لكنها بتفوق في الوقت المناسب وبتضربه على راسه، وبتفضل تحدف عليه الحاجات لحد ما بيهرب بره أوضتها. وطبعا رونان بيشوف كل الكلام ده وبيقول لمينا إنه هيجي وهينقذها، وبتسمعه مينا وبتطمن. وبعدها بتوصل نهينة الكهف فان وبتخطفه، وبيشوفه رونان وبيحاول ينقذه لكن رودجاي بيتدخل وبيجري بسرعة ناحية رونان وبيكون عايز يخلص عليه. فبيخاف رونان وبيطلب من بيورن إنه يهرب بسرعة، لكن بيورن بيقوله إنه لازم يبقى شجاع ويتعلم يواجه، وإنه قدر بذكائه يهزم التعبان. فبيقوله رونان إنه رودجاي قوي ومفتري وإن عمره في حياته ما قاتل حد وبالتالي هيتهزم بكل سهولة، لكن بيورن بيصمم على إن رونان لازم يواجهه. وبيفضل بيورن يحارب رودجاي، ورودجاي بيكون على وشك إنه يقتله لكن رونان بيتدخل ولأول مرة في حياته بيضرب شخص وبيفضل يضرب في رودجاي. وفجأة رودجاي بيتكعبل وبيكون على وشك إنه يقع من فوق الجبل، لكن رونان بيروح بسرعة علشان ينقذه، بس رودجاي الخبيث بيحاول يوقعه لكنه بيقع في شر أعماله وبيقع من فوق الجبل لكنه مش بيموت. وبالنسبة لنهينة فبتاخد فان وبتروح على قصر كزابور اللي بيكون متضايق وبيسألها هل مينا أميرة حقيقية ولا لأ، لأن تصرفاتها عنيفة وما تدلش على
على أي أنوثة، وبعدها بيؤمر الحراس إنهم يقبضوا على فان. أما بقى مينا فبتكون في أوضتها وبتلاحظ إن كزابور نسي عمامته السحرية عندها، ولما بتجرب تلبسها بتختفي، وبتقرر إنها تنتقم من كزابور ورجالته، وبتستغل إن محدش شايفها وبتحبس نفسها جوه القفص. وبعدين بيروحوا الحراس وبيبلغوا كزابور إن مينا اختفت، فبيتعصب وبيؤمر الحراس إنهم يدوروا عليها في كل مكان. وساعتها مينا بتحاول تخرج من القصر لكن مش بتلاقي مكان للخروج، وعشان كده بتنتقم من كزابور وبتربط دقنه في تمثال كبير وبتقلع العمامة وبتقوله إنها مستحيل تبقى ليه لأنها بتحب رونان. فبيتعصب وبيأمر الحراس إنهم يقبضوا عليها، لكنها بتلبس العمامة بسرعة وبتختفي وبتهاجمهم، وبتنجح في إنها تخلي نهينة يغمى عليها، وبتستغل الفرصة وبتسرق الخاتم السحري بتاعها. وبالصدفة رونان بيشوف تشين متعلق على شجرة وبيهاجمه أسد بري، فبيقرر إنه يساعده، ومن هنا بتبدأ صداقتهم. وبيساعدوا تشين إنه يوصل لقصر كزابور علشان ينقذ مينا، وبيعدوا هما الاتنين من مكان مخيف مليان جماجم، وبنشوف إن رونان مفيش حاجة هتوقفه عن إنه ينقذ حبيبته. وفي نفس الوقت بتستخدم مينا الخاتم السحري وبتبطل أثر التعويذة اللي حولت الأميرات لتماثيل، وبتحررهم كلهم وبيفكروا في طريقة للهروب، وبيجمعوا كل الأقمشة اللي في القصر وبيعملوا بيها حبل كبير. لكن للأسف البرج اللي هم محبوسين فيه بيكون عالي ومش بيقدروا يوصلوا للأرض، وساعتها بتغني أميرة منهم بصوتها الجميل وبيسمعها فار وبيساعدها وبيجيب لها حبل كبير وبتستخدمه هي وباقي الأميرات في إنهم يهربوا. لكن فجأة نهينة بتوصل، وعشان مينا تضمن إن نهينة مش هتوصل للأميرات بتفك الحبل بسرعة، وللأسف مش بتقدر تهرب معاهم، وبتفضل نهينة تطاردها وبتكون على وشك إنها تقتلها، بس مينا بتحدف الخاتم لبعيد علشان نهينة تروح وراه، وبتلبس العمامة وبتختفي وبتحاول تشوف طريقة تانية للهروب. وبنكمل مع رونان اللي بيوصل لكهف العملاق، والمفروض إن العملاق يسمح لهم إنهم يعدوا الطريق، لكن العملاق مش هيعمل كده غير بشرط. هو بيقول لرونان إنه كان عايش في نهر جميل، لكن بسبب السد اللي بناه كزابور النهر جف، فبيفكر رونان في طريقة علشان يرجع النهر من تاني، لحد ما بتجيله فكرة وهي إنه يدمر السد، وبالتالي المية هترجع من تاني. وبيروح عند السد وبيقدر يحدد فين أضعف مكان فيه، وبيلاقيه في المنتصف بالظبط، وبمساعدة بيورن وتشين بيبنوا منجنيق عملاق، وبالفعل بيقدر يدمر السد. وساعتها العملاق بيفرح جدا وبيسمح لهم يمروا، وبيقول لهم إن كزابور يبقى أخوه الشرير وإنه بنى السد علشان يضعف قوته، وبيدي رونان سيف سحري وبيقول له إن السيف ده اللي هيقدر من خلاله إنه يقضي على كزابور، وبيعرفه إن لحية كزابور هي مصدر قوته، وإنه عشان يقضي عليه لازم يقطع لحيته. وبعد شوية بيوصل رونان وتشين لقصر كزابور اللي بيكون واقف وبيشوفهم، وفي الأثناء دي بتوصل مينا الكهف وبتشوف فان وهو محبوس، وبيترجاها تجيب له مية، وبيقدر يستخدم قوته السحرية، وبيقول لها إنه قابل رونان وإن رونان أكيد هيجي وينقذها. وفجأة بتشوف رونان قدامها فبيحذرها فان منه، لكنها بتجري عليه، وبيتضح إنه مش رونان وإنه كزابور، وبيقدر يخدعها وبيأمر رجالته يقبضوا عليها. وفي نفس الوقت بيوصل رونان وبيرفع سيفه السحري، وساعتها بتحصل خناقة بين رونان وبيورن وتشين وبين الحراس، وبتواجه نهينة رونان بخاتمها السحري، لكن رونان بيصد ضرباتها بالسيف السحري. وبعدها بيواجه كزابور وبيقدر يقطع جزء من لحيته، بس كزابور بياخده وبيطير في السماء. وفي النهاية بيستسلم كزابور وبيطلب من رونان انه يسامحه ويسيبه عايش، ولان رونان قلبه طيب بيوافق، وبيخدعه كزابور وبيقوله انه وافق يسيب مينا، لكنه فجأة بيسحب سيف وبيكون عايز يهاجم رونان من ظهره. وفي نفس اللحظة بتعمل نهينة تعويذة وبتكون عايزة تصيب بيها رونان، لكن مينا بتتدخل وبتنط على نهينة اللي بتفعل التعويذة عليها، وبتنام مينا نوم عميق. ووقتها رونان بيتخانق مع كزابور وبيقطع لحيته وبيحوله لتمثال، وبعدها بيحاول
يفوق مينا، بس نهينة بتفضل تضحك وبتقول إنها تعويذة نوم وإن مينا هتنام على طول، وبتقول لفان إن اللي حصل ده بسببه وهيفضل طول العمر حاسس بالذنب. وبيحزن رونان ومش بيبقى عارف يتصرف إزاي، لكن فان بيوعده إنه هيتصرف وبيستخدم العمامة السحرية وبيلاحق نهينة وبيقول لرونان ياخد مينا ويرجع على المملكة من تاني. وبالفعل بيمشوا طريق طويل وبالليل بيناموا ويرتاحوا، لكن وقتها نهينة بتستغل الفرصة وبتسيطر على تشين وبتكون عايزاه يقتل رونان وهو نايم، لكن تشين بيقاومها وبيقول لها إنه مستحيل يأذي رونان وبيغمى عليه. وبعدين رودجاي الخبيث بيستغل الفرصة وبيقرب من رونان وبيطعنه وبياخد مينا وبيرجع تاني على المملكة وبيقول للملك إن هو اللي أنقذها. فبيضطر الملك إنه يعلن قدام الكل إن رودجاي هيكون الملك القادم للمملكة وإنه هيتجوز مينا. وفي نفس الوقت بتقف نهينة قدام جثة رونان وبتقول إن الحب مستحيل ينتصر. وفجأة بيتغير شكل رونان وبيتحول لفان، وبنعرف إن فان لبس رونان العمامة السحرية وعمل تعويذة وبقى شبهه، وده علشان يحميه. وبيعتذر لنهينة وبيقول لها إنه بيحررها من تعويذة الحب اللي عملها لها. وبالفعل بتنتهي التعويذة وبتعتذر نهينة عن كل الشر اللي عملته وبتتحول لشجرة جميلة. وفان بياخد الخاتم بتاعها وبيقول لرونان إنه لما يكسر الجوهرة اللي في الخاتم جنب مينا هتنتهي التعويذة وهتفوق، وبعدها هو كمان بيموت وبيتحول لشجرة. وفي الوقت ده بيدخل تشين وبيقول إن رودجاي كذاب وإن البطل الحقيقي اللي أنقذ مينا هو رونان وإن رودجاي قتله. وبيدخل رونان وبيكسر الخاتم وبيرفع سيفه على رودجاي اللي بيتعصب وبيرفع السكينة على الملك وبيحاول يقتله، لكن مينا بتفوق من التعويذة وبتضربه على دماغه. وبعدها الملك بيقول لرونان إنه كان غلطان لما قلل منه وإنه شجاع ويستحق يفوز ببنته. وبيعلن قدام الكل إن مينا ورونان هيتجوزوا. وبالليل بيتعمل احتفال كبير في المملكة بمناسبة جواز الأميرة. وفي النهاية بيلاقي تشين هو كمان فتاة أحلامه وبتحضر كل الأميرات الاحتفال وبترقص مينا مع حبيبها الشجاع وهم فرحانين. وبكده بتكون خلصت حكاية النهاردة.